السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابع الأوفياء المشاهدي الأعزاء، كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله، ورمضان مبارك كريم، وكل عام وأنتم بألف خير وسلامة إن شاء الله. الإخوان حال المبتدئين، الفيديو ديال اليوم هو إن شاء الله عبارة عن شرح بعض المصطلحات التي تتداول في عالم النحل، يعني بعض المصطلحات التي توجد في عالم النحل، وكاين بعض الإخوان النحالة المبتدئين اللي ما كيعرفوش المعنى ديالها. اليوم بغيت ندير واحد الشرح مبسط، ونتمنى أنني نتوفق ونكون قدمت لكم واحد الشرح يساعدكم في معرفة بعض المصطلحات. أخي النحال المبتدئ، إذا كنت كتشاهدني أول مرة، ما عليك سوى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس والضغط على إعجاب لكي يصلك كل جديد، ولك جزيل الشكر. نبدأ على بركة الله. أخي النحال المبتدئ، إطار حضنة مفتوحة. كاين بعض الإخوان كيسولوك يقول لك ما معنى إطار حضنة مفتوحة؟ وهو الإطار الذي يحتوي على بيض ويرقات لم يغلقها النحل لعدم اكتمال فترة تغذيتها. إطار حضنة مغلقة. إطار حضنة مغلقة هو الإطار الذي فيه يرقات اكتملت فترة تغذيتها وغلقها النحل، وستخرج نحلة كاملة بعد 13 يوما، والذكر بعد 15 يوم، والملكات بعد 7 أيام، يعني بعد فترة التغذية. صندوق خالية. صندوق الخالية وهو الصندوق يعني العادي، الصندوق الذي يتسع ل10 إطارات. وصندوق الطرد هو الصندوق الذي يتسع ل5 إطارات فقط، ويستخدم عند تقسيم الخلايا. إخوان اللي كيسمعوا المصطلح ديال العاسلة وكيقول لك ما معنى العاسلة؟ العاسلة هو صندوق مفتوح من الأعلى والأسفل، يستخدم كطابق ثاني فوق صندوق الخلية. كنستعملوه في الوقت اللي كيبدا فيه النحل كيجمع العسل، ملي كتكون الخلية قوية ومزيانة. طرد ديال النحل. طرد نحل هو مجموعة من النحل خرج من إحدى الخلايا معه ملكة ملقحة أو مجموعة من الملكات العذراوات. الأمهات الكاذبة. الأمهات الكاذبة هي مجموعة من الشغالات تتحول إلى أمهات واضعة للبيض عند فقدان الملكة داخل الخلية. من كتكون الخلية ما فيها لا بيض ولا يرقات ولا بيوت ملكية، وهذه الشغالات يخرج من بيضها الذكور فقط. إطار أساس. إطار أساس هو إطار جديد فيه شمع كذلك جديد، يحتوي على عيون سداسية لم يستخدمه النحل ولا النحال من قبل. إطار ممطوط. إطار ممطوط هو إطار شمعي قام النحل ببناء عيونه السداسية بالشمع، وقد استعمل سابقا، يعني كان مستعمل يعني من قبل. الحاجز الملكي. الحاجز الملكي هو حاجز يمنع عبور الملكة من صندوق الخلية إلى الطابق الثاني، أي إلى العاسلة. وهذا الحاجز يعني كيكون مصنوع إما من البلاستيك أو من المعدن، كيستخدم كذلك في فترة اللي كيكون النحل كيجمع العسل. كنستعملوا هذا الحاجز الملكي كذلك للخلية اللي كتكون قوية اللي كنديروا لها العاسلة. النحل الحاضن. النحل الحاضن هو النحل اللي كيكون العمر ديالو من يوم 1 إلى 21 يوم، وواجباته داخل الخلية تنظيف العيون السداسية ورعاية البيض واليرقات وتغذية الملكات وبناء العيون السداسية وحراسة الخلية. النحل الشغال أو الشغالات. الشغالات هي نحلة أنثى عقيمة عمرها أكثر من 21 يوم، الواجب ديالها هو جلب الرحيق وحبوب اللقاح والماء للخلية. كذلك الإخوان اللي كيسولوا ما هو الإحلال أو بما يسمى بيوت الإحلال.
الإحلال هو تغيير النحل للملكة، فعندما يشعر النحل أن الملكة أصبحت كبيرة في السن أو غير ناشطة يقوم ببناء بيوت ملكية، وتسمى هذه البيوت ببيوت الإحلال. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم الأخوة الكرام، أتمنى أن ينال إعجابكم، ولكم جزيل الشكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى